دكتور رباح، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير. كيف قرأت بشكل عام هذا الكلام؟ كيف سمعته؟ ما هو تقييمك؟ ما هو الجديد فيه؟ هيدي ثالث مرة بيخرج علينا بعد ما انقتل حسن نصر الله. أولاً بهبط عليه، بعده عايش بالماضي، بعده عم يحكينا شو عملوا، شو حزب الله، عم يجرب يقنعنا. هلا صار يحكي إنه هن جيش غير نظامي، لكن لما طلعوا على سوريا وهجروا السوريين وصار عندهم مطبخ مركزي وصار في عندهم عروض عسكرية كانوا ناسين هيدي الشغلة. ثانياً والأهم، ما عم يعطينا اكزيت بلان. يعني كل هذا الحكي اللي عم يحكيه عم بيقول لك الطريق الوحيد للشعب اللبناني وله هو الميدان. طب خبرنا كيف بده ينتقل من هذا النصر اللي هو عم يحكي فيه. وانا بقول لك يمكن لاخر لحظه لحد ما يحترق هذا البلد حزب الله عنده القدره يضرب صواريخ، ولكن نحن قلناها ومنضلنا نقولها. المقاومه عندها كومبوننت سياسي غير موجود. صار هلا عم يعمل لك ابو القاسم الشابي بيعمل لي شعر. كيف هيدا الموضوع بقدر اقلبه انا لشيء بيقدر يحمي لبنان؟ واللي عم نقول لهم اياه اخر همنا سلاحكم منه الخطر كان سرديتكم. هو بعتقد قال انه نحن بدنا نقول لكم شو هي السرديه تبع السنه الماضيه. السرديه تبع السنه الماضيه هي هذا سلاحك الايراني ما قدر يحمي لبنان، ولا يقدر يحمي الشيعة، ولا قدر يأذي الإسرائيليين. يضاف إلى ذلك مظبوط ولا يحمي حزب الله ولا حدا. تاني شيء نحن تجاوزنا موضوع البيجر، خلصنا منه. كل شوي بيقول لك أنا وضعي منيح. عادة لما واحد يقول لك أنا ما عم بسرق أنا ماني حرامي بيكون بيسرق حرام. وأنا ما بخاف بالليل. صحيح 100%. ثانيا هلا تحسنت السيت اب تبعه، صار عندهم اضاءه احسن وبطل الباك جراوند مبين مشان ما نضحك عليه، ولكن كلامه هو كلام لا يمت للواقع بصله. هو الاشخاص المليون ونص اللي هن موجودين على الطرقات واللي بالبيوت فوق بعضهم واللي عم بيموت منهم لانه حزب الله بيعتبر انه حلال دمنا يتخبوا فينا كدروع بشريه. يضاف الى ذلك هيدي الفكره انه النصر جاي على فوهة بندقيه، هو كلام غير واقعي. الاسرائيلي ما بيقدر يقتلك لانه عنده تكنولوجيا متقدمه وجيش افضل منك، بيقدر يقتلك من وراء التحالفات السياسيه وقدره نتنياهو هذا العبقري الشرير على انه يوسع تحالفاته وعنده ناس يؤتمروا لسلطه سياسيه. لشو بدي احكي معه لنعيم قاسم وانا مصدقه انه هو قدر يستبدل القيادات، لانه عم بيقاتل بجنوب لبنان هو الحرس الثوري الايراني. ولما صار الموس على رقبتهم وهلا قريبا رح ياكلوها قتله من الاسرائيليه، صارت الصواريخ تنضرب اداء والمسيرات تنضرب اداء. قبل لما كانوا عم بيموتوا اللبنانيه ما مشكله بكبوا جراد. يعني حسن نصر الله كبوا له 60 70 صاروخ، واحد بحجم حسن نصر الله بس بتكب له 70 صاروخ. بالاضافه اخر همي انا هنيه وكل هالحكي اللي هو قدم لي شو بدنا نعمل من هون لشهر لقدام قبل ما تشتت الدنيا لما الناس تتبهدل. بس ما هلا هو واضح انه عم بيقول للناس بدها تتحمل. ليه بدنا نتحمله؟ شو السبب؟ ليه بدنا نتحمله؟ شو ليه انا بدي ارد على واحد تيكون له امكانيه بالمفاوضات؟ ليه بده يفاوض كرمال الايراني؟ انا اي حدا بيفاوض باسم لبنان انا معه على الاخر. نحن جربناهم، والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. هذا الزلمه مش بس فناص، هيدا حجته كتير ضعيفه. عم بيطلع لنا انه هيدا كله عم يعملوا كرمال شو؟ اذا هو بيعتبر انه في شرق اوسط جديد عم بيصير على حساب لبنان وله سنه قاعد عم بيتفرج شو كان مسميها حرب مشاغله، اشغال ومساندة. ثانيا هو بحق حسن نصر الله منه منيح. حسن نصر الله ما قال انه الطريق الوحيد لنحصل على بدنا اياه بنحصل عليه بالسلاح. هو قال وصار يسميها، اذا بتلاحظ انتقلوا من مزارع شبع ليستعملوا عباره سهل الماري. خي انا اللي قتلته لحسن نصر الله او ايمس هوكستين. هلا صار امريكا الشيطان الاكبر لما كان يجي لهون وتعطيه الخط 29. مين كان هذا؟ كان الشيطان الاصغر. انتم تحولتوا من امه المستضعفين لامه المستكبرين. انا ما عم بحكي مع شيعة لبنان، انا اتكلم مع الفيلق الايراني اللي بيسمي حاله حزب الله. انتم فيكم تقاتلوا، انتم عم تشتبكوا مع الغزاة على الارض اللبنانيه، ونحن مشكلتنا مش بهالموضوع، مشكلتنا بكل شيء ثاني عملتوه وعم تعملوه. اذا انتم منكم قبلانين انه نبيه بري يلي هو بتحسبوه حليفكم، واخر مره افترى عليه بتتذكر لما سماه اخو الاكبر، يعني فوتوا بالحيط. هلا شو طرحه؟ كيف نحن بنقدر ننتقل من هذه الانتصارات الالهيه لنقدر نرد المليون ونص زلمه على بيوتهم؟ ما قدم لنا هالموضوع، كل شيء كلام غير هالموضوع، كلام لا يمت للواقع بصله. استاذ الياس، شو شكل الانهزام اذا هيدا انتصار؟ طيب اذا هيدا انتصار كيف بيكون الانهزام؟ خليني اسال دكتور مكرم. دكتور مكرم، حزب الله ينادي بوقف اطلاق النار، المعارضه تطالب بوقف اطلاق النار، الدول تطالب بوقف اطلاق النار، ولكن هذا الامر بده مبادره عمليه ببنود. شو بدك بزندقه نعيم قاسم والايرانيه؟ بيجي قليباف اللي بيطير لك بطيارته
يروح يفتش على رئيسه اللي واقع بس ما بالواد. خلوه كمان يفوت بالطياره، يعني معناتها طيب ما هيدا يلي الناس اللي عم تتفرج اللي عم بيصير، هيدا التواطؤ اللي بين الاسرائيلي وبين الايراني ما بيخليك تصير تحس انك انت لازم تكون شوي اناني. عندي مشكله اساسيه اذا بتسمح لي، اليوم كنت عم بفكر فيها. عاده بالاليفيتر بلبنان لما يجي بيكون مثلا بيحمل 300 كيلو، اذا قطع 300 كيلو بيوقف. بلبنان بيتذاكوا اللبنانيين بيشيلوا هيدي الشب. بلبنان كل اللبنانيه شايلين هيدي الشب اللي بتخليك تحافظ على حالك. وعند الشيعة اكثر، انا شو بدي؟ ما في يكون من اشرف الناس وقاعد بطار دبه وقاعد بكفركله، ما في يكون بضيعتي وعفوت اتحمم واكل واشرب والعب مع اولادي بجنين. ضروري انا اكون مهجر مبهدل. ما بدنا ما نستعمل كلمه نازحين. نعيم قاسم بده يحول هؤلاء النازحين لمهجرين. هذه المنطقه ممنوع العوده عليها، وانا بقول لك اياها وما عندي استحى، ما بلبس كفوف. انا 15 و50 ننساها، 17/1 ننساها. بدنا نطبق الدستور اللبناني بحذافيره. انا بدي واحد اجنبي يخبرني انا اللي عامل دستور قبله كيف بدي طبقه. الدستور اللبناني يمنع ازدواج السلاح. فرجيني اي بلد بالعالم عنده ميليشيا وجيش ووضعهم طبيعي. ما في. بدنا نوصل لمرحله نصير مثل السودان. بالسودان صار ميت 1,000,000 واحد، بطل حدا عم يغطيهم. شو الاند جول؟ كيف فينا نقلب هذا الكلام الى فعل مزبوط؟ بكل بساطه كل الاطراف السياديه، الحزب الكتائب، القوات، المعارضه، قالوا بطريقه بسيطه الطريق الوحيد للخروج هو تطبيق الدستور عبر انتخاب رئيس جمهوريه، وقف اطلاق النار، وثم حصر السلاح. بده يسلم سلاحه للدوله اللبنانيه هو يتفضل. انا بحكي مع الشيعة، ما بحكي معه ولا بحكي مع جماعتهم، لانه جماعتهم بيعتبروا انه في عندك ناس على الاحصنه عم بتقاتل معهم على الحدود. هيدا عندي مشكله كثير كبيره معهم. هن بيعتبروا كيف ما قلبت. حتى سمعنا من واحد انه ما عليه حسن نصر الله مات لانه الله بده اياه يموت ونحن النصر تبعنا جاي بالاخر. على ما يبدو الله عم بيقاتل مع الاسرائيليه، مع احترامي لهم. يعني بالاخر حتى نبيه بري قوصوا عليه وجربوا يقتلوه بالسياسه. اذا هول الاشخاص اللي هن بتعتبروهم اصدقائكم، حتى سليمان فرنجيه قد ايه بده يضبوا لكم قياداتكم ليضبوا. حتى الحزب القومي السوري منه قادر بقى يلعب لعبتكم لسبب بسيط، انتم ما عندكم اجنده داخليه. انتم حرس ثوري ايراني ورطتوا لبنان وورطتوا حالكم. عم نقلكم. بس دكتور مكرم بعد عندهم بس شو المعيار؟ المعيار هو العسكر؟ لا، عم نحكي عن الناس المؤيدين. شو الناس كيف بدهم اخر شيء يتصرفوا بعد انتهاء هذه الحرب؟ بدك انا اهم بكثير من وقف اطلاق النار هو اليوم التالي لوقف اطلاق النار. هل رح يتعاطوا معنا بمحبه الدول العربيه والدول الاجنبيه بطريقه؟ ثانيا في كلام كثير سيء عم يطلع من بعض الاطراف الاجنبيه انه في مشكله حرب اهليه. وين في حرب اهليه بلبنان؟ مين مستعد يحمل سلاح على مواطن لبناني؟ كل هالشيء اللي صار ما كبوا عليهم ورد العالم، بالعكس استقبلوهم ببيوتهم. والمشاكل اللي عم بتصير بالمناطق عم بتصير لانه الموارد الموجوده قليله. يعني لما انت تحط مع خيك تقعد بنفس البيت وجهك بوجهه بتختلف انت وياه. اوعى حدا يفكر مين اللي عم يسمعنا من اهلنا الشيعة ومن كل اللبنانيه، ما في مجال للحرب الاهليه بلبنان. انا زلمه اختصاصي الحروب الاهليه، عرفت كيف؟ دارسها. في مصاري بدها تنكب. ثانيا مع احترامي ومحبتي لشيعة لبنان، الطوائف الثانيه بلغت بالسياسه. نحن خير ريح لنا عالم كثير وتهجر لنا كثير عالم، منا مضطرين نفوت بلعبه ليه لاخر شيء يجي بياع السجاد قليباف وكل هول القرط جماعه عرقجي وهيداك ظريف يبيعني ويشتريني كسجاده عجميه. ابدا، انا بدي ردك على بيتك قبل كل الناس اللي عم يكذبوا عليك. والمطلوب من كل اللبنانيين ياخذوا موقف. هيدي منا حرب على أرض، هيدي حرب على كرامتنا. كرامتنا ما بتكون بسلاح وعلى رأس الخنجر، كرامتك بتكون على رأس نظام سياسي بيقدر يمنع تكرار هذا الموضوع. شو المعطيات اللي عندك اياها تقول انه ما في عودة على الجنوب؟ عم بحكي أول شيء الإسرائيلي بهذه المرحلة أخذ تفويض على القضاء على أذرع إيران. ما عم نحكي بس على حزب الله، لأنه حزب الله تركيبته نحن بنحترم لهم قدرتهم العسكرية ولا أنا عم بستخف فيهم، بس هو بكل بساطة إذا عنده هيدا السلاح ليه ما استعمله قبل؟ ثانيا انت لما سلاحك يبطل عنده قدره ردعيه بدك ترجع تعيده من الاول، بدك ترجع من اول وجديد. هذا السلاح اصبح لعنه على لبنان، مثل ما النظام السياسي بلبنان كمان اصبح لعنه على اللبنانيين. لانه انا مشكلتي معه مش انه عنده مسيرات، انا مشكلتي معه انه هو بيطلع بيحكي باسم كل الشيعة. انا ما بقدر احكي باسم كل عائلتي بالبيت، هو بده يحكي باسم كل شيعة لبنان بكل اطيافهم. فيها نوع من استخفاف بعقولنا. ثانيا مبهبط عليه، يعني بيطلع بيحكي هو ما كان حتى التشويس تبع بيقولوا بالانجليزي always the bridesmaid never the bride، يعني هو دائما الشبين ولا مره حيكون العروس. يحل عنا وما بقى يقعد يحاضر فينا بالكرامه. الكرامه هو الناس ترجع على بيوتها
واوعى حدا بقى يفوت ويسمم لهم عقولهم للعالم انه في حدا عم بيتواطئ عليهم. اللبنانيين ما عم بيتواطئوا مع الاسرائيليين. لما نحكي هذا الحكي خصوصا في كتير ناس هن اصدقائنا سخيفين لدرجه بالمرحله الماضيه لا صوت يعلو عن صوت المعركه، وهذا عدوان اسرائيل. العدوان الاسرائيلي المضبوط هو اترك الاسرائيلي يقتلنا، وهذا الشخص عم يحكي هذا الحكي. انا كدوله لبنانيه بقدر احفظ كرامه اللبنانيين والشيعه عبر اعمر لهم بلد. احد اهم الاسباب ليه اهل الجنوب قبلوا بهيدي الشيء الوحش اللي اسمه حزب الله هو ان الدوله ما كانت موجوده، ولكن هالدوله ما كانت موجوده بالتسعينات. بعد 2006 بيتحمل الثنائي الشيعي سياسيا غياب الدوله، ونتحمل نحن هذا الموضوع كاشخاص سياديين، لانه لوهله بسيطه آمنا أنه حسن نصر الله ممكن أجندته تكون أجندة لبنانية وليس مرتبطة عضويا بالحرس الثوري الإيراني. وقت التحالف الرباعي صحيح. دي لنار هن ما قالون فيها، وهي حرب الآخرين على أرضنا بدها وهول المنافقين الإيرانية اللي نحن بدنا إيانا نموت كرمالهم اللي التف حواليهم نعيم قاسم قبضوا 7 مليارات من القطريين الأمريكان. شو يعني شو مسطين نحن لنصدقه يعني؟ 7 مليار تحرروا هلا من جمعتين. القطريين. ليش بدي ارضى انا بهذا الموضوع؟ علما انه انا لما اقول ايراني ما بعني الشعب الايراني، انا بعني الحرس الثوري الايراني اللي هن فعليا مستنسخين هذا النظام مع الحوثي مع بالعراق. وهذا اللي بده يصير هلا انه في عندهم تفويض، وهذا اللي بخوفني، في تفويض من المجتمع الدولي لتدمير عقيده اوباما. عقيده اوباما عبر السنين وهمتنا انه المشكله هي النووي. هلا شو عم بيقولوا نتنياهو؟ ما حاضرب النووي، رح اضرب النفط، تركني اضرب الاشياء الثانيه. طب هيدي الشغله، هيدي المتفجرات اللي رح تصير بايران او بطهران او وين ما كان، رح تعملنا مشكله كثير كبيره، لانه الايراني عبر السنين قال لك انه انا بعمل شيء بيشبه حزب الله، بدافع عني برات حدودي، اذا الخطر صار جوات حدودي يعني احنا صرنا بحرب اقليميه. انا هلا بدي اعلن من عندك انه لبنان محتل من قبل ايران عبر ما يسمى حزب الله، ومحتل من قبل اسرائيل. يضاف الى ذلك اذا نحن قبلانين بدنا نحمل سلاح. هذا النظام الانصاري اللي بيقاتلوا كعصابات صغيره، كل الاحزاب اللبنانيه عندها القدره تعملها، ما لنا بحاجه لايران. يعني انا رحت على فنلندا، الفنلنديه بحجمهم بخوفوا الروس. ليش؟ لانه بالحرب حرب الشتاء اللي بسموها يعني طرقون قتله للروس قبل ما يقدروا يفوتوا عليهم. نحن بنقدر باستراتيجيه دفاعيه متقدمه مع الجيش اللبناني ندافع عن حالنا، ما لنا بحاجه لحرس ثوري يعني. وبوحده يعني مطلق اي شعب لو كنا قليل ولو كنا. من قادر ان يفتح حزب الله اليوم بهذا الموضوع؟ شو بدي احكي مع حزب الله؟ حزب الله مين بدك اذا فيك تجمع حزب الله على هيك طاوله، انا بحكي انا وياه في هيدا الشخص اللي هو موجود. انا ما بحكي ثابت، ما بحكي فارسي، ما قدرت اتعلم بالجامعه فارسي لاحكي مع هذا. انا بحكي مع الايرانيين، فكوا عنا. اوعى تفكر بعد فيك تهدر دم الشيعة ودم اللبنانيين من اجل علي خامنئي. انا مشكلتي معهم انه هول ناس شعوبيين، خليه يفتشوا، مش شعبويين، شعوبيين، بيكرهوا العرب. الاتراك ما بيحبونا بس ما بدهم يقتلونا. هيدي المنافسه الموجوده، خلينا نتنافس بالشعر وبالقصص الثانيه. موضوع انه نحن نضلنا مستمرين بهيدي المعركه كرمالهم مش مزبوطه. اولا هيدي الفكره انه اسرائيل عندها اطماع فينا، هي عراسه عندها اطماع فينا، بس هول الطيارات اللي عم بيطيروا فوق لبنان هلا هيدي الدرون كرمال اكبر صحن حمص او لمخزن السلاح اللي حاطه تحت البنايه. بيقول لك نحن عم نعطي احداثيات. خلينا نتوقف على فاصل. كيف يعني بيكون معه بيجر عسكري بمنظمه عسكريه؟ كيف يعني؟ هذا غير انه بالسرايا الحكومي في بيجر فقع بس ما كان بايد حدا يعني. هذه ما حكيوا فيها العالم يعني. والاحزاب الثانيه الحليفه معهم بيجرات يعني. في مشكله. اولا الفكره الاساسيه كلها انه عبد الله ابو حبيب مش بس سقوط سياسي دبلوماسي، سقوط اخلاقي. قاعد عم يدافع عن ايران، بيقول لك هلا مش وقتها نحكي معهم، زعلانين الشباب ومجروحين. كيف رئيس جمهوريه، كيف اول شيء وزير خارجيه كان الى جانب بشير جمهير، بيقبل هلا يكون الى جانب نعيم قاسم لانه بطل في حسن نصر الله. بركي بالسياسه الواقعيه انه ما بدهم تحالف الاقليات، ما نحكي فيها. هول تحالف الاقليات هلا تدمر. شو صاحب نظريه خلي حدا يضرب حزب الله الشامبان علينا؟ هذا حكي، هذا هو مكنوا سياسيا، مكنوا سياسيا عبر فكره انه هناك وحش سني بالمنطقه. هذا الوحش السني الطريقه الوحيده لنوقف بوجهه ونعمل تحالف للاقليات. عده اشخاص بلبنان مشوا فيها وبعدين انتبهوا له. حتى بشير جميل بلش حياته السياسيه فيها، بس لما عمل رئيس جمهوريه انتبه انه هذا الموضوع غير وارد، من هون يشبك مع دول الخليج. بالاضافه الى ذلك بهذه المرحله لقدام لنقدر نحن ننهض على اجرينا، بدك تفهم انه الخليج متجه نحو السلام مش نحو التطبيع. اوكي. ثانيا والاهم، انت كل شيء قلته برهنت انه عم بتكذب فيه يا حزب الله، ما قدرت تعمل شيء. بس دكتور مكرم لنرجع للسياسه الخارجيه اللبنانيه، اليس اقوى ان تكون السياسه الخارجيه ما تركت ذريعه لاي
إمكانية عند حزب الله أنه هي لم تعطى كل الدعم في سياستها، وعندما يحين موعد الحل انت بتعطي الدعم وحضرتك بالحكي، بتعرف يا دكتور بتعطي الدعم بالحكي او بالفعل. نحن وشو عطى بالفعل؟ وحده من الاسباب، شو عطى خليه بالفعل؟ يتسمعوا لي كل هول الاشخاص يلي باخر 20 سنه كان شغلتهم وعملتهم يحللوا دمه الله يرحمه رفيق الحريري. نحن احد الاسباب اللي هلا عم ننذبح من قبل الاسرائيلي انه ما عندنا بقى شخص بحجم رفيق الحريري يعطيك هذا الغطاء. حتى الحرب اللي صارت بال 2006 صارت على اقتصاد رفيق الحريري، وانت اللي قدر يشيلك من هيدي الورطه هو شخص اسمه فؤاد السنيوره، مش نبيه بري. حتى نبيه بري في اشياء ما كان فيه يعملها، يعني حتى هلا رصاصه الرحمه اللي بده يوصلوا اياها لحزب الله معنويا منه قادر يعملها. على كل حال رئيس سنيورة قال باخر مقابله انه قالوا له جماعه بري انه بعد بيقدروا يهدوا 3 ايام عجل، فات وكان مبسوط اللي عم بيقول له اياها، انا مخبرني اياها، كان عم بيضحك ومبسوط. اوكي، هيدي الفكره الاساسيه، انه انت فيك تربح معركه بالسياسه بالسلاح منا ظابطه. كل مره نحن واجهنا اسرائيل حتى على ايام المنظمه المتحده لما ظهر من هون عرفات واليسار اللي كان معه ربحوا بالسياسه، ما ربحوا بالعسكر، لانه بالعسكر عنده قدره يدمرك. ب 82 دمرك، بعناقيد الغضب دمرك، بحرب نيسان دمرك، بال 2006 دمرك، بس دائما كان في التفاف شعبي. حتى الاسم بتعرف شو بضحك؟ انه اكثر عالم عن جد جادين بموضوع فلسطين وموضوع المقاومه هن المسيحيه مش الشيعه، لانه الشيعي عنده هوس انه يتهجر من ارضه ليجي الفلسطيني يقعد بارضه. اذا حدا بيقول لي غير هيك بيكون عم بيكذب علينا. دائما في عندهم هوس انه هن بيتهجروا من الجنوب ونحن بيصير التوطين عنا من قبل الفلسطيني. انت منك ملتزم بموضوع فلسطين اكثر مني، انت اللي عملته هو عم بتدافع عن ايران وعملت شغلك بشكل ممتاز، ولكن هلا انا كلبناني بدي اقول لك اياها، اعطيه سلاحك للدوله اللبنانيه وحرام شبابك يموتوا فدا خامنئي. تعال اعطيه سلاحك للجيش اللبناني وبنعمل استيعاب ونعمل خطه دفاعيه واضحه مثل ما عملنا مؤتمر روما قبل سادر. كان في طاوله اسمها مؤتمر روما وتعهد ميشيل عون، بس بتعرف بينسى ميشيل عون انه هو شغلته وعملته يجمع الناس لنحكي بالاستراتيجيه الدفاعيه. امبارح سمير جعجع حكي عن علاقته مع حسن نصر الله انه هو بيعرفوا على طاوله الحوار. طاوله الحوار ضروريه كانت، ولكن مش لنتفق نعين رئيس جمهوريه. وانا بحب اكد بدنا ننتخب رئيس، هيدي فكره انه لازم نتفق كلنا على رئيس جمهوريه، هيدي اللي وصلتنا لهون. اي رئيس جمهوريه بيتعهد تطبيق الدستور بحذافيره انا بدعمه. اي شخص بده يجي يكون حصان طروادة لحزب الله بلس، ما لا بيحكوا ب 17/1 بلس، يروحوا يلعبوا غير محل. ما قبلانين نحن نرجع نندبح. هي بسموها الحرب لبنان الثالثه، هيك بسموها الاسرائيليين. ما بدي لا رابعه ولا خامسه ولا سادسه، بدي ابن جنوب يعيش بكرامته، ما بدي اياك تحول ضياعنا وبناياتنا لانفاق ولا مخازن سلاح، لانه اثبتت هول الصواريخ تبعولك هول اللي كانوا عم ببجبجوا بطريق المطار هول للاستعمال الداخلي، هذا ليش لقتال اسرائيل، واذا ما استعملتهم هيدي اضرب من انه انت كنت ضببهم. صاغيه عندهم ومش عند الحزب، لانه مأدلجين لدرجه انه بيجي ما بعرف مين. هلا عينوا واحد من ايران نسيت شو اسمه، هو المسؤول عن جبهه لبنان مع حزب الله، يعني عينوا بوس عليهم. ما ضروري تحفظ له اسمه، بكره بيقتلوه بيجيبوا غيره. هيدي الفكره انه نحن بنستبدل حدا بحدا. في عندنا مشكله اساسيه، منا نحن ارقام بيقتلونا وبنجيب غيرنا. نحن اهلنا حاطين علينا مصاري ودافعين علينا دم قلبهم، مش لتبعت شبابنا اللي هن خريجين الجامعات واللي هن. نحن قوه حزب الله على فكره انه هو لبناني مش انه هو ايراني. قدرتهم على القتال، كل الميليشيات لما تدربت برا تدربت مزبوط لانهم رايحين على مدارس منيحه، مش لانه هن ايرانيه وبياخذوا سلاح رديء شغل تايوان. الفكره الاساسيه هون انه نحن هون عم بيحكي كنائب للامه اللبنانيه، بيحكي باسم اهل رماش وبيحكي باسم اهل عكار. نحن بهمنا ما حدا ينكسر خاطره، ما نجبر بالخاطر. عم نوقف معكم ونقول لكم صدقونا. متى عن فقدان الثقه دكتور مكرم؟ ثقه بشو؟ بحزب يعني الله. هن بنهايه الامر بيعتبرين حالهم تعرضوا لضربه كبيره. بس مين هو؟ الشيعي تبهدل لا حزب الله. حزب الله منهم الشيعة. لو بدهم يحطوا لنا الفرد براسنا ما حنقبل معهم هذا الموضوع. اي حدا بيراهن على الدوله اللبنانيه بيكون الارتطام تبعه اهين. المسيحيين بالحرب الاهليه اللبنانيه راهنوا على فكره الدوله. مزبوط كان في هناك نوع من احباط، مزبوط اضطهدوا، ولكن حافظوا على الارض اللبنانيه. انا عم بقول لك انت عم بتقول انه ما في حدا يحميك. اذا سلموا سلاح، هذا السلاح قدر يحميك؟ اذا نحن بدنا نلغي دور السلاح بدنا نعمل الدوله اللبنانيه تكون موجوده. اوعى تفكر انا بدي مصريات اللي بدفعها ضرائب بدي اروح اشتري فيها طيارات وصواريخ. انا بدي العسكر لما يكون واقف على الحدود على هيدا البرج بدل ما يكون في يونيفورم. هيدي ممارسه للسياده.
ممارسه السياده بتقطع الطريق على اي حدا يعتدي علي. وانا بالنسبه لي بالمرحله الجايه مش بس بدي رسم حدود، مش بس بدي احط عسكر على الحدود الجنوبيه، بدي حدود على الحدود الشرقيه كلها كلها. شماليه شو اكيد. مش مسحه هيدي الخبريه. وانا ما بدي جيش اللبناني تبعي يتحول لميليشيا ويصير يكب كل مصرياتنا مثل ما بيعملوا البلدان المتخلفه مثل سوريا بتكب 90% من ميزانيتها على السلاح. انا بدي اشتغل على الرعايه الاجتماعيه. اذا بدي قاتل بدي ينزل تحت الارض يتخبى ابن جنوب مثل ما عملوا اهل تل ابيب. انه اهل تل ابيب بتحبون انتم يا حزب الله اكثر ما بتحبوا اولادكم. انه فخور ونزلهم على الملاجئ. نزلوا. لا وبيحطوا انه يعني غريب بيصوروها كانتصار انه نزلوا خي عنده ملجا يلطي فيه هيدا الزلمه. مش بس احنا ليش شو نعمل لهالناس قاعدين يتمسخروا على العسكر انه العسكر 60,000 واحد عم ياخذ رعايه نفسيه. عم بيروحوا يقعدوا يحكوا مع دكاتره نفسيين. انت شو عم تعمل؟ ما قادر توزع حفاضات على الناس اللي بالهيدا. وغياب الدوله هو اللي بده يخليك تخسر. بال 2006 مزبوط كان في مجتمع مدني وكان في مصاري. هيدي فكره انه الاغاثه بتحل لك ازمتك. اللي عم يعمله ناصر ياسين ممتاز، ولكن عم بيجرب يصلح فخت بالحيط بشرطتوني ما بتزبط. بدنا لنقدر نوصل لمرحله كل الناس على القليل نوقف هذا النزيف ويوقف القتل بشكل فوري تحت اي ذريعه. ما في شيء بيبرر استمرار هذا القتل. ما بدك تسمعها من السياسيين، اسمعها منا. بدك تسلم سلاحك. اذا ما سلمت سلاحك للدوله اللبنانيه رح يجوا هول الاسرائيليه يشلحوك اياهم وكلهم عليهم تاجات شغل ايران. عرفت كيف؟ خلينا نحن نحط التاج الارز اللبنانيه، ببطل حدا في شلحك سلاحك حتى لو اخذوا منك. بضلوا هيدا السلاح المعنوي موجود مثل ما موجود الارز اللبنانيه على صدورنا. دكتور مكرم، اللي طرحه استاذ الياس عن موضوع الخشيه، في ناس عم تحاول تروج انه خافوا من الحرب الاهليه. حضرتك اشتغلت على الذاكره الجماعيه ومن اهم جامعات بامريكا. العناصر الحرب الاهليه شو في منها بلبنان؟ واللي حكى عنه كمان استاذ الياس عمليه المصالحه بغياب الدوله. يجب أن يكون الخطورة الأساسية بموضوع الحرب الأهلية هو نحن نزرع أو نسلح الذاكرة الجماعية لما تلتئم الشروط الإقليمية والمحلية يصير في قدرة على التسليح وقدرة على الاشتباك. علما أنه كل الحروب الأهلية بلبنان كانت مشكل على تقاسم السلطة. ولا مرة كانت كيف واحد بيصلي وكيف واحد بيصوم كيف واحد أو بيعيش. يعني تبشير بالقوة. صحيح. علما أنه مشان هيك الدروز والموارنة إذا بتغمض عينك ما فيك تميزهم عن بعضهم. هن من أشرس الحروب الأهلية اللي صارت. أنا اللي خايف منه إنه بتسليح الذاكرة الجماعية لما يطلع لك حسن نصر الله هلا صار بديار الحق، أو يطلع لك حدا بسخافة نعيم قاسم يطلع يقول لك إنه بوياجية وعتالين. مين قال لك إنه الشيعة بوياجية وعتالين؟ هاني فحص بوياجي وعتال نبيه بري يلي درس بالحكمة ودرس بالجامعة اللبنانية وراح اشتغل برا ورجع عمل رئيس حزب. هيدا عتال. حسن كامل الصباح، رمال، علي شمس الدين، فضل الله، كلهم هولي العتال هو براسك. علما انه نحن عم نقول لهم لشيعة لبنان، اولا مش نحن بنحفظ لكم حقوقكم بالسياسه، حقكم كلبنانيين محفوظ بالدستور اللبناني. ما عم نمننكم ولا عم نقول لكم انتم غلطتوا نحن معنا حق. نحن عم نقول خلينا نرجع سوا على الدوله. نحن ظهرنا من الدوله بطريقه لما استشرسنا بموضوع القتال ضد بعضنا على السلطه. هلا بدنا نرجع سوا وانتم بدكم تقودونا على الدوله، بدكم تمشوا قدامنا ونحن بدنا نلحقكم. حقكم كلبنانيين شيعة محفوظ بالدستور، مش ببندقية إيرانية أو بندقية الفساد مثل الموجودة مع حركة هل يمكن يكون الحل تعديل دستوري ما؟ إذا كان مطلوب التعديل الدستوري وبخلينا نعيش مع بعضنا، أنا قبلان في أي شيء. كل البلدان، أمريكا عدلت بدستورها أكثر من مرة. الرئيس بري من 83 عم يطرح إما موقع نائب رئيس جمهورية خي ياخذ اللي بده إياه، ياخذه كله، ياخذ البلد كله، بس بيعرف يديره. أنا بدي يلي بده يعترف أو يطلب التعديل الدستوري بده يعني يعترف بالدستور. آخر مرة عيط عليه لملحم خلف لما قال له ما فيك تقطع الميزانية بلا ما يكون في رئيس جمهورية. أنا دارس قانون كمان، لا اجتهاد في معرض النص، يحترمونا شوي. بعز الحرب الأهلية اللبنانية ما استرجى رئيس مجلس نواب يخرق الدستور، حتى بقوته لبشير جميل أخذ الأصوات بالبرلمان. هلا بدك تيجي أنت تاخذها. شو قال كلمة كتير خطرة نعيم قاسم، اوعى حدا منكم يتوهم إنه فيكم تفرضوا واقع سياسي والحسم هو للميدان. يعني شو عم بيقول لي؟ يعني بكرة لما يخلص من الإسرائيلي بده يستعمل سلاحه علي، جربوا ما بتزبط معه. لأنه اللبنانيين لما نحن نقاتل بعضنا قصص صغيرة، تقوس على جارك ثاني يوم تشرب أنت وياه كاس عرق. عرفت كيف؟ ما مزبوط
نحن نراهن على المجهول. هذا الغموض البناء وكل ذلك من خزعبلات وبدع. ولاية الفقيه وكل ذلك من كلام هو شيء طارئ على لبنان. الشيء اللي بعرفه انه الشيعة مثل كل الطوائف بلبنان هي طوائف مؤسسة، ولكن البيت اللبناني هو بخطر. مشان هيك انا ما عندي سقف، سقفي هو سقف البيت اللبناني، سقف البيت اللبناني هو الدستور اللبناني، واللي ما عاجبه يدق راسه بالحيط. هيدا كلامي، لا 15/50 لا 16/1. انا بدي يجي واحد يخبرني اليو اسسوها بال45، دستوري انا اللي كاتبه ميشيل شيحة ب26. طب كيف بدي انا مين الاولويه؟ للدستور اللبناني. ما بقدر انا واحد حتى بدلاتهم ما بتشبهنا للايرانيه، بيجي لعندك ما بعرف عمره 70-80 سنه، بدي انا واحد حاطط بادج جيش لبناني يوقف على الحدود بيقول له للاسرائيلي ممنوع تفوت على ارضي، ولا انا بدي فوت على ارضك. هيدي فكره انه انا بدي حارب لحرر القدس، شفناك فوق شفناك تحت، ما فيك تحرر ضيعتك. انت جاي امبارح حزب الله قصفوا مارون الراس، بيجي بيقول لي انت ما بتزعل انه شكوا العلم بمارون؟ ايه برا بزعل، بس انا بزعل يكون في حدا مثل قاسم سليماني مسؤول عن قتل الابرياء بسوريا والعراق وباليمن يجي يشكوا لي اياه بارض لبنانيه. نعم استاذ الياس، المشكل مش بالنص بالممارسه. لا بس في ما في يفوت فرضه على الطاوله يحطه. اذا انت عاده كل العسكر اللي بيفهموا سلاح بيفهموا بالعسكر لما يجوا بدهم ياكلوا معك ويشربوا معك بيتركوا سلاحهم على الباب. العشاير ما هن عاملين لحالهم كرامه، العشاير ما فيك تفوت سلاحك على بيوت العالم. لما ترجع انت من الصيد طالع ريحتك بدك تشلح ثيابك برا. انت لما تروح تستعمل سلاحك بطريقه معينه وسخه بسبع ايار شو عملوا بسوريا؟ شو عملوا؟ نرجع بنقول نحن اعطيناكم اكثر من فرصه ترجعوا على الوطن. تعوا شو قدامنا لنرجع على الدوله اللبنانيه. وكل هول الاشخاص اللي عم يتسمعوا لي في كثير عالم اشخاص منهم مهدويين، ما بيامنوا بولايه الفقيه، اشخاص بيعتبروا كوت ان كوت مودرن او سيكولر. بيجي بيقول لك انا طيب مين بيحميني؟ طب خي ما ينحماك، مين الدوله اللبنانيه فيها تحميك. لا بس هو السؤال دكتور مكرم وكمان استاذ الياس انه نتكلم على تعديل الدستور، نتكلم بس سوري عن انا اي شيء. المشكله الفكره بس انه عندك النصوص، ما عندك ميل عند السياسيين. القضاء وين القضاء؟ لا عندك مشكله، انت في عندك اشياء مفروض تكون موجوده رادع. يعني ترامب مثلا كان يعمل اللي بده اياه، يجي القضاء يرده. المؤسسات الدستوريه والمحاسبه هي بترده. الانتخابات عبر ما تسمح للانتخابات. هلا شو طارحين لك؟ بده يعملوا انتخابات نيابيه مبكره. ليه بدك تعمل انتخابات نيابيه مبكره؟ ليش نحن ما عملنا انتخابات بلديه؟ شفت لو الانتخابات البلديه صارت قد ايه كان وضعنا احسن هلا بالبلديات. صح. مش احسن ما يكون عندنا بلديات قويه تقدر تكون تتحمل الازمه؟ لا بس هن ما بدهم شيء. اول شيء هن بدهم كل شيء بلا ما يعملوا تسويه. انا كنت قبلان معهم سالته اياها مره لحدا من حزب الله انه بدك سليمان فرنجي مش هيك؟ بمقابله نحن شو بيطلع لنا اذا نحن ما نكون نتحاصص مثلكم؟ ما بدك تتنازل؟ بقول لك لا انا بدي سليمان فرنجي، بدي مئات وبدي بري، سميه قروج وكله يعني بده ياكل كل شيء. ما بتزبط معنا الخبريه. علما نرجع بنقول لك اوعى حدا يفكر نحن لما نكون عم ننتقد بالسياسه عم ننتقد شيعة لبنان. نحن عم ننتقد اداء حزب الله بالسياسه وبالعسكر. انا رايي انه سقوطه الكبير الاخلاقي هو بالسياسه مش بالعسكر. بالعسكر في ضل يقول لك انا عم كب في التيشه بالنهار وانا قادر قاتل، هذا شيء بنرجع بنقيمه بعدين. ولكن بالسياسه انت فشلت اكثر من فشل. واحد ما فهمت انه انت هيدا البلد اللي حماك واللي اعطيك هذا الغطاء ما فيك تكسره بهذه الطريقه. كسرته لما انتخبت ميشيل عون رئيس جمهوريه على فكره، بس هلا مش وقتها نحكي فيها. بس صحيح، بس مشان هيك انا عم بقول لك انه المشكل منه بالنص، لا ولكن على الممارسه بتحسن. انت عندك فلسفه الحكم. فلسفه الحكم هي جون لوك مش ابو هيدا والمسؤولين العسكريين. يعني انت لما تصير تفهم بمواد الدستور بتبطل تفهم بالبارود وعيارات السلاح. نحن مشكلتنا الاساسيه انه هذا النظام السياسي، مشان هيك نحن نكون عم نحكي بتعديل الدستور، مش تعديله لواحد ياخذ حصه زياده وحصه بالناقص. بدنا نلاقي طريقه يصير في ضوابط دستوريه وقانونيه تمنع شيء مثل حزب الله يصير طبيعي. صح. يصير السلاح خارج الدوله شيء طبيعي ونقول ايه هيدا شيء واقع. بس ما هيك واللي دفع حقها هلا هو سعد الحريري برات الحكم بلبنان، لانه ما حدا خبر وشوشه من مستشارينه انه حزب الله مشكله اقليميه. لا، حزب الله مشكلتك لما انت تتركه يستحكم بالدوله ويقعد على طاوله مجلس الوزراء ويكون موجود بالبرلمان بده يعمل هيك ويحكي عن حاله مثل كانه هو بالمعارضه. يجب ان نعود الى المعارضه والموالاه. الكتائب اللبنانيه اخذوا خطوه كثير شجاعه، قرروا يعملوا نوع من كلينزينج ديتوكس، ظهروا من الحكم. ضل يقول لك هلا امبارح قعدوا يهاجموه لسمير جعجع انه الحرب وما الحرب. خي انتم عم تقتلوا هلا
هول الناس قتلوا بالحرب الاهليه واخذوا عفو. انتم لتاخذوا عفو اخلاقي بدكم تردوا ناسكم على بيوتهم. بقدرتكم هلا لا بالعسكر قادرين ولا بالسياسه قادرين. فيك تبعت قد ما بدك رئيس مجلس الشورى وبيجي لعندك عرقجي، بالاخير ما بتنحل بالمصاري. هالمره ما حتقدر تجيب كونتينرات مصاري وتدفع للعالم مصاري على الطاولات، علما انه هول المخازن اللي عملوها هن مصاري قطر ومصاري السعوديه. ما حتتكرر بقى هيدا الموضوع، لازم يفهموه العالم. انا بدي اشكركم. شكرا، ميرسي على هالحلقه أستاذ الغنيه. حنكش وجود كمان زميل النائب في حزب الكتائب والنائب بالمتن دكتور مكرم رباح، الاستاذ الجامعي والباحث. اهلا وسهلا فيكم مشاهدي ام تي في. الشكر لكم للمتابعه، وتذكير ان